نحن المغاربة بلد الخير والكرم والسلام. نحن المغاربة بلد العلم والشعر والعلوم والرياضة دوما إلى الأمام. المنتخب الوطني المغربي رسميا بطل كأس الأمم الأفريقية المنظمة هنا بالمغرب 2024 للمرة الثالثة. تتويج مستحق، تتويج رائع، تتويج يأتي ليؤكد عزيمة هذا الشباب، طموح هذا المدرب، غاية هذه الجامعة التي وفرت كل شيء تحت قيادة رشيدة لصاحب الجلالة. نعم، الرياضة الوطنية بمختلف فئاتها العمرية السنية وأنواعها حاضرة بقوة، واليوم نحن سعداء. نحن سعداء بهذا التتويج، نحن سعداء بهذا الأداء، نحن سعداء بهذا الإنجاز التاريخي المهم لكرة القدم الوطنية، الكرة القدم الوطنية داخل القاعة التي أمتعت، أقنعت، أعطت وأوفت من خلال كأس، نعم، مرة أخرى مغربية، كأس مرة أخرى تتأكد على أنها كأس مغربية. هنا الجماهير الأنغولية تصفق، هنا الجماهير الأنغولية تحيي، هنا الجماهير الأنغولية تعترف على أنه مشوار لم يكن سهل، وأن المنتخب الوطني المغربي هو من يستحق أن يكون صاحب التتويج، صاحب اللقب، صاحب هذا الظهور القوي. كنا ونقولها دائما: ارفع راسك انت مغربي، ارفع راسك فانت فخر لكل عربي. هذا هو نجم هذه المباراة، وهو اللاعب اسماعيل ابازات. صريح اسماعيل، نتابع. السلام عليكم. ارفع راسك فانت مغربي. الاخوان، باش تعرفوا كاين بعض الدول او بعض الدول المجاوره للمغرب ما كتبغيش الخير هاد البلاد على قبل هاد الحويجات، على هاد الانتصارات تبارك الله اللي مستواليه، لا في الرياضه لا في الصناعه، اللي بزاف د الحوايج. علاش؟ المغرب تبارك الله ما عنده لا بترول لا غاز، يعني بادي من الصفر غادي من الحسن للاحسن. لهذا مبروك المنتخب المغربي للفوتسال تبارك الله، برهن بانه قوي وكيفوز بكاس افريقيا المره الثالثه، فهنيئا له، وكذلك التكاليفه المونديال. ما نسوش اللي كنشكروا الفريق البركاني اللي تبارك الله واحد الفريق كبير وعريق، وبين بانه فريق كبير، لان مشاو الدرابو ديالو باش يلعب به، لان فيها الخريطه ديال المغرب اللي هي من طنجه العاليه الى القويره العزيزه. ما تساومش لهذوك الناس اللي هما مرض عقليا، يعني اونديكابي عقليا. الناس سبحان الله لا يفقهون شيئا، ما كيفرقوش ما بين السياسه وما بين الرياضه، لان كيقول لك هما ماشي طرف في هذا النزاع ديال الصحراء المغربيه. ولكن اليوم تبين بان الناس طرف في النزاع، لهذا ضرهم غير خريطه ديال المغرب. والمغربي دائما شعاره هو الله الوطن، الوطن من طنجة إلى القويرة. الملك اللي هو ملك البلاد محمد السادس حفظه الله. لهذا كما قلت لكم الإخوان، كاين بعض الناس اللي هما معاقين ذهنيا، ما باغينش الخير البلاد. علاش؟ تبارك الله غاديين من حسن إلى حسن. كما قلت لكم المغرب كما كنعرفوا ما فيه لا غاز لا بترول، وغادي يحسن من بعض الدول اللي فيها الغاز والبترول وكتشدق بالكلام الغوغائي وبالكلام فاري ولا شيء، وحنا وغنديروا وغنفعلوا، وهم في حد ذاتهم لا شيء الا لشيء واحد يحكمونهم: عقول متحجره، عقول غوغائيه، عقول لا تفقه شيئا. انا اقول لهم وبكل صراحه: ايها، لم نسمي ذلك الشعب نقرا في، حنا نقول حنا العالم الافتراضي او الشيء الزرقاء، ستعرف بلدك وتاريخه. فالمغرب بلد كبير وله قرون متجذره، وبلد تراث وتقاليد وفتوحات اسلاميه و بزاف. لهذا شكرا لهذا المنتخب اللي ادخل هذه الفرحه على المنتخب المغربي، على الشعب المغربي. وكذلك شكرا جزيل الشكر للفريق البركاني. وانا كمواطن مغربي بكل صراحه افضل اي فرقه مغربيه تلعب في افريقيا تلعب
بالتوني وفيه الدرابو ديال المغرب كامل، فيه الوطن او بلاد المغرب من طنجة الى القويرة. احب من احب وكره من كره. هذه بلادنا وهذه ارضنا من طنجة الى القويرة. ومحمد السادس فهو ملكنا وملك المغاربة قاطبة. السلام عليكم.